كلكم قولوا معايا: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أيضا أعزائنا المشاهدين، بعد المسيرة الحاشدة اللي كل أبناء مصر بتشارك فيها، يسعدنا أن نلتقي بالقس جوارجي سمير، كاهن عام بمطرانية كفر الشيخ. بنرحب بيه، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم. قول لنا بقى، يعني وأنت شاركت في المسيرة، إيه الرسالة اللي إخواننا الأقباط عايزين يوصلوها لكل أبناء مصر والوطن العربي بل للعالم أجمع؟ في البداية أنا أحب أشكر سيادة رئيس الجامعة الدكتور ماجد والدكتور سيد على ملحمة الحب ومظاهرة الحب. بصراحة أنا يعني لم أجد حب يعني ومسيرة رائعة بالشكل ده. الطلبة نفسيهم منظمين وليهم خلق ومهذبين في كل شيء، فده إن كان يدل على شيء يدل على الرسالة السامية اللي بتقدمها الجامعة. والجامعة هنا جامعة كفر الشيخ فيها نهضة معمارية، نهضة علمية، نهضة أخلاقية. يعني أنا شايف يعني أنا نفسي كل الجامعات تحتذي بهذا النموذج الرائع من الجامعات. أما عن رسالة الحب اللي احنا بنقدمها، ليس لي مقولة إلا مقولة قداسة البابا شنودة ربنا ينيح نفسه، حينما قال إن مصر ليس وطنا نعيش فيه إنما وطنا يعيش فينا. احنا هنا دي بلدنا كلنا، وبلدنا غالية علينا كلنا. وانا في اعتقادي ان بلادنا مصر دي غالية علينا كلنا، ويا ريت ما نسقش للبلد دي، لانها ما تستاهلش مننا غير كل حب وكل تقدير وكل اعزاز وكل فخر واكرام. لان بلدنا دي بلد الغزاة قديما دفعوا دمائهم لكي يدخلوها، فلا ليتنا نحافظ على هذه البلاد العزيزة مصر. ايه برضو الرسالة اللي من خلال تواجد حضرتك بين ابناء مصر، وانت ابن من ابناء مصر، والمسيرة الحاشدة، من خلال هذا اللقاء ومن مكتب رئيس جامعة كفر الشيخ، عايزين نوصل رسالة اللي عايزين يعملوا تفرقة عنصرية وتفرقة، وعايزين يفرقوا بين الشعب المصري والجسد الواحد؟ انا عاوز اقول لهم يعني انا حزين من اللي بسمعه، وشدة حزني احنا عمرنا في بلادنا ما سمعنا تفرقة ما بين مسيح ومسلم، لأن بلادنا طول عمرها بلد الدين لله والوطن للجميع. وعمرنا ما سمعنا زمان إن كان في الأيام اللي بنسمعه الأيام دي. فأنا أتمنى إن الناس دي ترجع لرشدها وتفهم إن ربنا ما يرضوهوش اللي بيحصل ده فوق كل شيء. وعاوز أقدم الشكر مرة تانية للدكتور ماجد والدكتور سيد على المجهودات الرائعة دي. وفي نهاية الحديث أنا بشكر حضرتك يعني، وفرصة ليا وإنما بالأصالة عن نفسي وعن كل أبائي وعن سيدنا الأنبا بشوي وأبونا بطرس وكيل المطرانية، نقدم جزيل الشكر للدكتور ماجد والدكتور سيد على المجهودات الرائعة اللي بيقدموها من أجل الجامعة ومن أجل ولادهم في الجامعة. ويعني أنا نفسي كل العمداء وكل رؤساء الجامعة يكونوا بهذه الصورة المشرفة الرائعة. شكرا. أعزائي المشاهدين، ده كان لقاء مع القس جوارجي سمير، كاهن عام بمطرانية كفر الشيخ. بنشكر له هذا اللقاء، وبنشكر لحضراتكم المتابعة، على أمل اللقاء بكم دائما في الأمن والاستقرار وحب مصر. كان معكم محمد حيدر من جامعة كفر الشيخ.